إن غاية كل مقاتل هو إنه ينال الشهادة، ولازم تعرفوا إن دمهم غالي علينا وإن عمرنا ما هننساهم، وأقسم لكم حقهم لا يرجع. لا المرة دي الحكاية غريبة وغير كل مرة. طول عمرهم بيضربوا ويجروا أو بيضربوا من بعيد. الجرأة دي جابوها منين؟ وبعدين إيه اللي يخليهم يضحوا برجالتهم بالمنظر ده؟ ما هم عارفين إن الرجالة دي يا هتتصفى يا هتتضرب جوي. عشان العملية دي عددهم هيزيد بعدها. يعني إيه؟ الهجوم ده هدف استراتيجي دعائي. عايزين يعلنوا عن بداية عهد جديد، عايزين يوصلوا رسالة للي بيمولوهم إن هم موجودين على الأرض بقوة، وعايزين يوصلوا رسالة تانية لعناصرهم إن الأمير الجديد أقوى من اللي قبله. اللي أنا عايز أوصل له هي قيادات. مين اللي خطط؟ مين اللي نفذ؟ واللي هنوصل له هيوصلنا للتاني. أنا عايز أنزل الجنازة. هنزل معاك. إيه يا حبيبتي؟ هتفضل حابس نفسك كده اليوم كله في الأوضة؟ لا أنا كنت طالع أشرب معاكي القهوة على طول دلوقتي. أنا حاسة بيك يا حبيبي، وعارفة إنك متضايق من ساعة ما رجعت من الجنازة، بس ما ينفعش كده، لازم تتقوى. هنعمل إيه؟ معلش يا حبيبي. أنا الحمد لله أنا كويس يا ماما، أنا كويس. بص بقى، لو قدرت تضحك على الناس كلها مش هتقدر تكذب وتضحك على مامتك. أنا كده أبص في وشك أفهمك على طول. أنا من ساعة ما عرفت الخبر وأنا قلبي بيتقطع عليهم. يا رب يصبر أهاليهم يا رب. هم كلهم في الجنة. كل اللي نقدر عليه إن ندعي لهم إن ربنا يصبر أهاليهم وحبايبهم. أنت بقى البركة فيك، أنت وزمايلك، أنتوا اللي هتجيبوا حقهم تالت ومتلت إن شاء الله. طب أنت إيه بقى؟ عمالة تاكليني بالكلام كده عشان ما تشربنيش فنجان قهوة؟ بلاش القهوة دي، أبوك هيشبط فيها وأنت عارف. دلوقتي أختك وجوزها ورنونة جايين، هنتغدى كلنا مع بعض. طيب يا قلبي هي الدوشة جت اهي. يلا يلا يا حبيبي، يلا يا قلبي. تسلم ايدك يا ماما. بالهنا يا حبيبي. مش هخلص انا الفراخ لوحدي. بقول لك ايه يا نور، ما تصدقهاش، هي عامله نفسها قويه كده بس قدامك، كنت تيجي تشوفها كانت عامله ازاي لما حصل هجوم على الكمين. الله، ما هو غصب عني، مش برضه حبيبي ولازم اقلق عليه؟ ده ابني ده يا حبيب قلبي، لما بيخرج من الباب ده ببقى مش عارفه هيرجع ولا لا. برجع لك كل مره قاعد على قلبك. ايوه بس انت يا قرشانه، ما انت لما بتخرجي مع جوزك او بتسافري سفريه كده ولا كده ببقى قلقانه عليكي والله. بص يا زوزو ما تحاوليش، كل الناس عارفه ان انت بتحبي نور اكتر مني بكتير. ما بلاش بقى الاسطوانه دي. شايف اختك يا نور؟ بس حتى لما اعترضت قالت له هو كاني مش موجوده. انا كفايه غلاسه بقى يا ناس، مش معقول. والله العظيم انا مبسوط اني شايفك يا نور بجد. حبيبي بقالنا فتره اجازتنا ما بتظبطش في نفس الوقت. حبيبي يا عمده، والله انت كنت وحشني. اخبار الشغل ايه؟ اخيرا الشركه هتفتح فرع في مصر، ان شاء الله هقدم عشان نقله. دي اخبار حلوه. الحمد لله. انت طبعا النهارده قاعد معايا طول اليوم يا نور. اكيد طبعا، هسيبك واروح فين؟ لا لازم تفضل معايا، انت النهارده معايا انا. لون اخلع قول لها عندك حاجه مهمه عايز تعملها. صحيح كنت هنسى. النهارده كنت موعد ابراهيم لازم اقابله. ابراهيم؟ ده انا لسه مكلمه امبارح وقال لي انه مش نازل اجازه الاسبوع ده. ومين جاب سيره ابراهيم؟ بيقول لك قابل اسلام. اسلام؟ هو بيقول اسلام. الاسلام؟ خد. والله لا قابل اسلام. مالك يا رنوجه؟ قاعده مضايقه ليه؟ مين فيهم مزعلك وانا طلع لك عينه؟ الله، مزعلها ليه يا عمده؟ بركن العربيه في الباركينج، برجع بظهري، عجلتها مركونه، ما شفتهاش دوستها باظت، جبت لها عجله مكانها على طول. لا العجله الجديده وحشه عشان مش زي بتاعتي. اتفضل. ما هو يا حبيبتي ما لقناش الموديل بتاع العجله بتاعتي، وبعدين الجديده حلوه قوي على فكره. لا خلاص ولا يهمك، احنا بعد الغدا ننزل انا وانت مع بعض، اجيب لك عجله تانية غيرها زيها بالظبط. بجد يا نور؟ بجد. بس احنا ما لقيناهاش فعلا يا نور. ايوه انتوا ما لقيتوهاش، لكن انا هلاقيها.
صح يا رنوجه؟ ايوه نور هيلاقيها عشان نور بيحبني. وانا مش ابوها ولا ايه؟ انا مش فاهم. معلش الخال والد برضه. بس انا عايزه اقول حاجه، كل المشاوير دي هيعملها بكره مش النهارده. لا ممكن يا ماما بس عشان خاطر والله ما انا عندي اكل اهو. الحته دي كمان طب يا معلش حبيبي. عشان خاطر عجله رنوجه اهم من اي حاجه. النهارده بعد الغدا انزل اجيبها لك. يلا تسلم ايدك والسفره زينه. قومي جهزي عشان ننزل. انا مش هديلك تاني، لا بلاش دي عايش رز. عشان كلت واحده. معلقه رز الرز طيب. مش كويس عشانك. انا جاهز. هو انا اخلع لوحدي ولا انت تخلع معايا ولا ايه؟ وانا اخلع معاك ليه يا ابني؟ انا جاي انقذك. انا عرفت ان امك كده بعد الغدا يعني هتعزم لميس بنت جارتنا اللي تحت عشان تعرفها عليك. لميس؟ طب ما انا عارف لميس. بس انت ما تعرفهاش لما كبرت وبقت عروسه. وبقت عروسه حلوه قوي يا نور. خليكي في حالك انت، خليكي في حالك. وبعدين هي مش ناويه تفهم ان انا مش عايز اتجوز، ولو هتجوز مش هتجوز بالطريقه دي. يعني دي حاجه بتقنع امك برضو؟ يلا بقى يا نور. يلا يلا يلا. الشنطه. حاضر خدي. سلام. سلام. ايه ده؟ لميس ازيك؟ اخبارك ايه؟ ازيك؟ اتفضلي اتفضلي، اهلا وسهلا. عاش من شافك، ما شاء الله كبرتي وحلويتي وبقيتي عروسه. شفت؟ مش قلت لك؟ خليكي في حالك قلت لك. عامل ايه؟ بقالي كتير قوي ما شفتكش. الشغل بقى يعني عارفه، باجي كل فين وفين. وعلى فكره ماما ونهى الاتنين مستنيينك، صح يا بابا؟ هم جوه. ازيك يا لميس؟ ازيك يا انكل؟ ازاي حضرتك؟ ممكن تخلص؟ ما انا بخلص. طيب. لازم استاذن بقى عشان اروح اجيب حاجات لرنا وكده. انت نازل؟ نازل مشاوير بقى وكده. طب ماشي، تتعود بقى ها؟ اكيد تتعود، اكيد ان شاء الله. يا حبيبتي هتتعود هتتعود. يلا بقى يا يلا نور. يلا. باي 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 باي. اتفضلي يا لميس، اتفضلي. هم في يا زايا. مش قلت لك مش هنلاقي عجله زيها في اي حته؟ رنوجه، مش انا وعدتك ان انا هلاقي لك العجله؟ يبقى انا هتصرف خلاص. تاخد ماشي. لها بقى يوم ولا يومين، معلش استحملي شويه، لكن العجله دي هجيبها لك. استني. ابراهيم، انا عارف ان انت نازل اجازه. هبعت لك دلوقتي صوره عجله، عايز طبق الاصل واحده زيها، ما تقوليش شبهها، زيها. سلام. تلاقيش هيتصرف. الو. يا نور، معلش بكره عايزك تبقى في 101. تمام. سلام. عرفت. هايل. بكره ابقى في القطاع. يلا. انا بحبك قوي يا نور. وانا بموت فيك يا رنوجة قلبي انت. شيلت انت ها؟ صحيح كنت عايز اقترح على ساعتك اقتراح كده بخصوص العمليات النوعيه اللي احنا بننفذها. خير يا نور. كنت بفكر يعني ان يبقى كل عمليه باسم شهيد. فكره هايله. مجموعه تنفذ عمليه نوعيه للسيطره على النفق. النفق ده طبعا مليان سلاح، والمدخل بتاعه من البيت ده. العناصر اللي موجوده عددهم مش كبير، لكن متدربين كويس جدا وموجودين في محيط البيت، غير مخزن المتفجرات والعبوات. تمام، وانا هطلع بقاطع الدعم. نور، عايز تسمي العمليه على اسم مين؟ عماره. على اسم احمد عمر الله يرحمه. حاجه اخيره، عايزين ابو عمار حي. احنا هنتحرك مدني يا اسلام، وهناخد ساتر، والعربيات ملكي. هنتجمع عند كمين السدره وهنجهز ونتحرك من هناك. تمام. العمليه المره دي صعبه، والنبي ما تسقط حاجه زي كل مره. والله العظيم 3 عيب عليك، انا عمري سقطت حاجه. انت ما فيش مره ما بتسقطش حاجه، بس هو ربك اللي بيسترها معانا. طيب اديك بتقول اهو، يعني انا بركه. بركه مين يا عم؟ دي دعوه امك وامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البطايق والرخص. اتفضل. تعملوا ايه دلوقتي بعد الحظر؟ في جماعه اصحابنا عطلانين بس قدام بعد الكمين، فانا والعربيه اللي ورايا رايحين نساعدهم. لو في مشكله احنا ممكن ننزل نستأذن من قائد الكمين. طب ثانية واحدة.
عن اذنك يا فندم، في عربيه لانوس فيها واحد اسمه نور عايز يعدي وبيستأذن من حضرتك. طب يلا فتش العربيه وخد اجراءاتك ودخلوا لي على طول. تمام يا فندم. افتح يا مؤمن، اركن هنا قدام. تمام يا فندم، حسب تعليمات سيادتك. نور. انت معاك سلاح يا ابني انت وهو؟ بصراحه سلاح كتير قوي. طب ما تقول كده من الاول. نقول وحشني يا وحش، وحشني يا وحش. عامل ايه يا درديري؟ وحشني. ازيك يا قائد؟ ايه؟ يلا يا اسلام زي ما قلت لك. تحت امرك يا فندم. يلا نورت. اتفضل اتفضل. ده كان هيشد علينا الاجزاء اسلام ده. يا وحش، مش ناوي تتجوز بقى ونفرح بيك؟ دي حكايه الجواز والسن الجواز. وربنا يا قائدك انك كنت معانا في العربيه، لسه قايل له الجمله دي واحنا جايين لك. طب يا اخي قول الكلام ده لنفسك. صحيح. والله صح. الاقي واحد صاحبي واحد بس يقول انه مبسوط في الجواز وساعتها اتجوز. انا مبسوط في الجواز لما تلاقي بنت الحلال اللي تصونك وانت تتقلى فيها وتجيب لك حته عيل تشوف نفسك فيه. ساعتها هتفرح بالجواز. وربنا كلام صح 100%. طبعا على عمو. انا بحس حكايه الجواز دي مناوره بيعملوها المتجوزين على اصحابهم اللي مش متجوزين عشان يوقعوهم معاهم في فخ الجواز عشان ما يبقوش وقعوا لوحدهم. ايه الفزوره دي؟ انت يا ابني ليه بقت معقد؟ صح، وربنا لسه قايل له نفس الجمله برضه في العربيه. هتفرح بدي. هو معاهم عليهم. خلاص والله. يا اسلام، اهو اسلام ده بقى اجدع وارجل عسكري في كمين الصدره والكمان المجاوره كمان. عاش يا بطل، دي شهاده كبيره دي. لا وحش، بس مشكلتك الوحيده ان اسمك اسلام. عنده حق. اتكلنا على الله. احنا اتحركنا. هبعت لك احداث البيت بالظبط. وصل. تمام. هطلع استطلاع نهائي انا واسلام. ادفنوا الشنط. تمام يا فندم. انزل يا علي. تعالوا يا رجاله. احنا هنتحرك من هنا مع بعض وبعدين هنتقسم على مجموعتين. المكان ده فيه بيتين، بيت في اتجاه الساعة 12 وبيت في اتجاه الساعة 2. البيت اللي في اتجاه الساعة 2 ده فيه عنصر واحد بس. تيم القناصة هيركبوا البيت ده بعد ما يصفوا العنصر. احنا التلاتة انا وعلي واسلام
هندخل البيت اللي في اتجاه الساعة 12. في 4 عناصر، وانتوا مهمتكم انكم تأمنونا لحد ما نوصل لمدخل النفق. تمام؟ تمام يا فندم. في أي أسئلة؟ تمام يا فندم. تمام. توكلنا على الله. توكلنا على الله. بقول لك ايه؟ انا عاوز شاي. فين السكر؟ السكر جواك. يلا. حاضر. ما تتحركش من مكانك، هجيب السكر واجيبك. حاضر تبقى فين؟ يلا بسرعه. يلا. كم واحد جوه؟ واحد. اثبت. سلام سلام. اثبت. دبش دبش دبش. احنا قبضنا على ابو عمار، لكن سالم ابن الشيخ موسى استشهد. عصمت قوم خش مكانك. ماليش نفسي يا فندم والله. ما فيليش نفسي ايه؟ خش بقول لك، انا عايز اريح شويه. يلا عصمت مكاني يا رجاله. شوت شوت يا عصمت. برد شويه النهارده ولا ايه؟ هنتقابل في الاجازه؟ اكيد، بس يعني لو ما حصلش حاجه بقى اجلوها لنا ولا حاجه. انا عندي كاتب كتاب بقى بنت خالي، امي وخالي مصممين ان انا اشهد على كاتب الكتاب ده، مش عارف ليه. مش عارف يعني انتوا عندكم فرح وما عزمتنيش؟ لا كاتب كتاب الفرح لسه كمان 6 شهور، انت محتاج عزومه يعني يا قائد. ايوه يا ام، عامله ايه؟ لا الدنيا هنا في الاسماعيليه هاديه على اولى. منجة ايه بس ياما اللي فلشته؟ والله في الاسماعيليه، بس المنجة اوانها الصيف. بالله مش تقلقي ياما، مش تقلقي بالله. بنام كويس وباكل كويس. ماشي ياما ماشي. سلام سلام. اما سلمي على ابا. ماشي ياما سلام. تعال بركات، تعال تعال. انت منين يا بركات؟ مركز ابو حماد شرقيه.
اجدع ناس يا سيدي. بص، امك عارفه ان انت هنا، واخد بالك؟ والفاكهه هنا في العريش احلى فاكهه في الدنيا. تشتري لها فاكهه من السوق وتاخدها معاك في الاجازه، واول ما تنزل تديها لها وتقول لها ايه، تدعي لنا عشان احنا عايشين بدعاهم. حاضر يا فندم. ماشي؟ حاضر. اتكل على الله. كده امشي، يلا اتكل على الله. حاضر يا فندم. والله هتدخل هتلاقيه فاكك كل الاجهزه وقاعد بيتنطط زي القرد. ايه ده؟ ازيك يا دكتور؟ اهلا، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. هي الرعايه المتوسطه فين؟ اخر طرق على اليمين. شكرا. صحيح انا بشكرك على اللي انت عملته يومها، واسفه جدا يعني لو كنت منفعله. لا مفيش حاجه ابدا، ده شغلي يعني. وبعدين انا اللي بشكرك انت ان انت نزلتي في المكان ده في الوقت ده، يعني دي حاجه خطر جدا طبعا. بس ما تعمليش كده تاني، ها، عشان ده مصلحتك يعني. لا هو لعلمك انا ما بخافش، انا عايشه هنا في العريش من زمان جدا ومن 2013 وانا ياما شفت يعني على خلاص فكره. طبعا حضرتك احسن دكتوره في الشيخ زويد يعني العريش كلها. شكرا. اتفضل. شكرا. ما تسالنيش. هي الاوضه دي ها؟ دي. يا عم رأفت الدلع ده، يلا قوم عندنا شغل كتير. انا جاهز اهو. الف سلام عليك يا بطل. الله يسلمك يا عم نور، شايفني متفجر قدامك. انا الحق عليا. اسلام هو بيخليني بعد التفجير، بقول له نور جاب ابو عمار حي ولا مات منه؟ قال لي يا ابني انت في ايه ولا في ايه؟ مش شايف؟ ما تخافش، هتلحق تستجوبه في الدنيا، لو دمك يعني ما تصفاش قبل ما تروح المستشفى. هسبقك انا في الاستجواب كده واسيب لك حته صغيره فيجي كده اتنقنق بيها. يا سلام اللي تشوفه يا فندم والله. ونستنى ليه؟ ما دلوقتي ما هو زي الفل. تعالى نعمله ايه يا جماعه؟ خلاص يا عم. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Zuzu. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا جميل. سنة حلوة يا زوزو. سنة حلوة يا جميل. يلا حالا بالا بالا حي أبو الفصل. هيكون عيد ميلاده الليلة أسعد الأعياد. فليحيى أبو الفصل. يلا اتبني أمنية بسرعة. وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا رب. يا حبيبي يا حبيبي، كنت متأكدة إنها هتيجي، كنت متأكدة يا حبيبي. وانا اقدر افوت عيد ميلادك انت؟ ربنا يخليك ليا يا قلبي. خدي جبت لك هديه كمان. ميرسي، ما تحرمش منك يا حبيبي. كل سنه وانت طيبه. ازيك يا بابا؟ كل سنه وانت طيبه يا حلوه. مفيش حاجه وأنت طيب. في عيد ميلادك بقى. طيب. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. طيبة يا زوزو. كل سنة واحنا طيبين. كل سنة وانت طيبة يا تيتا. يا روحي وانت طيبة يا حبيبتي. كل سنة وانت طيبة يا طيبة. ميرسي المجيبة. كل سنة وانت طيبة يا شوشو. مش تورينا جميل. أنا لا تفتحيها لوحدك دي. أيوة عشان هو هيغير، والله هيغير منك. وريني وانا مش هغير. نور ازيك يا حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ وحشني قوي. والله وانت كمان. ببعت لك السلام دايما مع زاهية، اوعى تكون ما بتقولكش. لا ازاي؟ بتقولي على طول. إنما أنا مستغربة إزاي دخلت وما حسيناش بيه يعني في حد ساعدني. كده. ماشي يا نهى، تعال عايزة أقول لك حاجة. مش عايزاك تقلق من لميس، بنت إنصاف ما تعرفش تطبخ. ادخل. اهلا. اهلا يا نور يا ابني. الف سلامه على حضرتك. والله يا فندم الف سلامه. هو احنا مش متفقين نتقابل مع بعض؟ ماشي. انا ما اعرفش انت بتوصل قبلها ازاي. هو انت بتتحرك في الزحمه دي بهليكوبتر مثلا؟ اتاخرت يا عم نور. هو ده خالد. اول مره شفته عرفت انه دقيق ومنظم وبيحسب كل حاجه. الا صحيح الورقه لسه معاك في جيبك. طبعا يا فندم. انا كده اطمنت ان احنا على الطريق الصحيح. نورت. لا صالح على المحطه دي تاني هنقتله. صحيح يا ايه حكايه الورقه اللي كان بيقول لك عليها اللي هو خالد دي؟ نطمن لما عرف ان هي لسه معاك. انا كتير بشوفك بتطلع ورقه من جيبك تكتب فيها وترجعها تاني. ده وصيتك ولا ايه؟ الله، عرفت ازاي؟ يا راجل هي محتاجه فكاكه. وكل واحد فينا كاتب وصيته عشان لما يستشهد. بس الطبيعي انها تبقى مع حد تاني مش معاك. افرض بقى عايز اغير فيها، كل شويه اقول للراجل انا مديها له ده هاتها وخدها هاتها وخدها، ما يصحش برضه دي وصيه. لا عندك حق ما يصحش.
طبعا عموما هي ولا وصيه ولا حاجه، وهي ورقه تانية خالص وانت مش عايز تقول لي عليها، بس براحتك. ابتديت تبهرني بانتباهك للملاحظات وتركيزك في التفاصيل. عايز تبيع لي ايه يا عم نور؟ يا عم انا مش عايز ابيع لك ولا حاجه، بس ده ما يمنعش ان انا وجودي معاكم في الجهاز اضافه. والله ابتديت افكر. طب ما دي خطوه عظيمه. طبعا. اروح اقعد مع اهلي شويه قبل ما اسافر. عايز حاجه؟ تسلم. سلام. هي فين صحيح؟ ايه؟ الهليكوبتر. لا ده صاروخ يا ابني. بس انا سمعت ان انت امبارح عملت الصح مع التكفيريين. تقدر تقول يعني خدوا اللي فيه النصيب. طلع عينهم انت برضه. هم فاكرين نفسهم لما جابوا لهم دنتين على كام دفعه وطلعوا يجري تبقى خلصت على كده. طلعت انا والرجاله صفيت 5 وبعتنا لكم 3 هدايا على القطاع. انت اجازه ولا هنا؟ لا انا هنا، انا لسه واصل. طب والنبي خلي بالك على نفسك بس. خليها على الله ما تقلقش. خلينا نشوفك. خلاص والله هظبطها ان شاء الله يعني. حبيبي ماشي يا هارون. سلام. سلام. جامد هارون. العيال التكفيرين مسمين كمين الجرة كمين هارون من كتر ما طلع عين ابوهم. لا هو جامد فعلا. طب ايه بقى يا قائد؟ مش هيبقى في اماكن باسامينا ولا ايه؟ انت كتب اسمك بالبنط العريض فوق الميز بتاع الاكل ده. همدني كمان يا قائد. بقول لك ايه، انت عارف ان جالي زياره امبارح من اشرف، بيقول لي سلم لي فيها على هارون. اشرف مين بس يا قائد؟ الرائد اشرف بربر؟ الله يرحمه استشهد 2011. صحيح. نسيت اسالك، هو انت ما بيجيلكش زيارات؟ زيارات ايه يا قائد بس؟ هو احنا بيجي لنا هنا زيارات؟ طب لما يبقى يجيلك زياره ابقى عرفني. انا قلت سيادتك جايبنا بدري يبقى اكيد في عمليه، ما كنتش اعرف انه غدا. لا مش غدا بس، ده في عشاء كمان. الله، ما كنت تقول من بدري عشان ما نتقلش. العشاء ايه؟ مجموعه عناصر مخليه كده، مانعين عمال الكهرباء ان هم يروحوا يصلحوا المحطه اللي اتفجرت من كام يوم. ودول كام فرخه بقى على كده؟ دستة. حلو، يعني عشاء خفيفه رجاله، مش كده ولا ايه؟ ابو قتاده معاه رجاله متدربه كويس، عنصر المفاجاه حاسم في العمليه دي، عشان كده ما ينفعش يعرفوا ان انتوا هناك الا لما يوصلوا. في نفس الوقت هم مش هيتحركوا الا لما يعرفوا ان في حد هناك. فاهم حاجه؟ ودي تتعمل ازاي بقى؟ هقول لك واحنا بنحل بقدره قادر. احنا مش قلنا محدش يفتح المحطة دي. مين اللي فتح المخروبة دي؟ استهدى بالله. طيب مين المسؤول عندكم هنا؟ بالعقل بس يا رجاله، بالعقل، احنا معاكم مش ضدكم. المهندس قال لنا نيجي نشتغل هنا، جينا اشتغلنا، احنا عبد المأمور. لو عايزيننا نمشي نتكل على الله عليك. اسكت انت. حاضر. كله تمام يا رجاله؟ تمام يا فندم. تمام يا فندم. مهندسين يقدروا يجوا يصلحوا المحطة. تمام. يلا يا رجاله. اتفضل. انت فين يا فندم؟ انا بقالي يومين ما شفتكش. ازيك يا نور؟ جيت في وقتك، اقعد. خير، في حاجة ولا ايه؟ بص يا سيدي، ده طريق في ارهابيين مراقبينه، بيستنوا الهدف بتاعهم يعدي يقطعوا عليه الطريق، ياخدوا العربيه بالبضاعه اللي فيها ويهربوا تاني على الصحراء. لو عايزين نوصل للمكان اللي دايما بيهربوا له ده نعمل ايه؟ عادي يا فندم، هننزل ندكهم ونسيب عيل فيهم يهرب ونمشي وراه ونعرف المكان. حلو قوي. لو هم بقى مشركين كل الاماكن اللي انت ممكن ترجع لهم منها الا مكان واحد هم بس اللي عارفينه. ولو فككنا العبوات مش هنخلص، ولو هم عرفوا ان احنا بنفكك العبوات هيغيروا طريقة الدخول والخروج. بالظبط. طب سيادتك كنت بتقول ان هم بيثبتوا العربيات وبياخدوا اللي فيها. صحيح.
سيادتك عارف هم بيختاروا العربيات دي يعني بناء على ايه؟ معظمها بتبقى محمله مواد غذائيه، بنزين، وبيختاروها في اول النهار. طب يا فندم، واحنا ناس كرمه جدا ونديهم عربيه هديه وعليها بضاعه هديه كمان. ونبقى كرم اكتر، نحط GPS في العربيه وفي البضاعه، وهم يحددوا لنا مكانهم بنفسهم. ساعتها بقى سيادتك تختار، عايز تضرب جوي تمام، عايزنا ننزل ندك احنا جاهزين. الدعم هيكون قريب منك، لكن هتحتاج تصمد لأطول فترة ممكنة عشان مش هيبقى معاك سلاح. العملية خطر يا نور، نسبتها 50-50. لو عايز تغير رأيك محدش هيلومك، هنلاقي حل تاني. متقلقش يا فندم. عربيه نص نقله حديثه محمله. عربيتك هتبقى متجهزة فني صوت وصورة، بس مبدئيا كده محتاجين نظبط في شكلك شوية. جاهز ولا زي كل مرة؟ لا كان كده يا فندم بقى، انا هلف وارجع. خلي بالك من نفسك يا نور. ما تقلقش يا فندم، انا ظابط صعق، يعني هروح وارجع من غير خدش. ترجع بالسلامة. طب سلامة عشان داخل عليهم خلاص. انزل انزل. شو لوين رايح؟ العيش. والبضاعة لمين؟ حاج صالح شرف الدين. طب نحن ما رح ناخذ منك البضاعة. كثر خيرك. نحن رح ناخذ منك السيارة كلها، ولو فتحت تمك بحرف رح ادفنك مطرح ما انت واقف. تاخذ هذا الطريق وما بتطلع وراك، فاهم؟ فاهم. يلا. استنى عندك. استنى عندك. تعال اهو. ما قلت لي انت من وين؟ وايش ودك من وين انا؟ مش خدت اللي ودك اياه؟ من العريش. من وين؟ من العريش؟ وايش بتعرف في العريش؟ لهجتك مش من بلادنا. ده وحش يا نور. من المساعيد عند الاذاعه. انا ساكن هنو. طب يلا خلاص، امشي امشي روح. ثابت قادر نور امان. 101 قادر نور منادي. انا مع باقي المجموعه في انتظار الاحداثي. نور لما يوصل لك الاحداثي عايزين تاكيد بصري واضح للهدف. تمام يا فندم. هنبلغ القوات الجويه بالاحداثي. اول ما لقيتك لفيت ورجعت قلت بس كده باظت، بس عيب عليك، مسنطر الصليبه كنت هنولها له في قلبه. وربنا يا قائد كنا هندخل نجيبك من وسطهم. عارفين يا رجاله، اول ما الراجل ده قال لي استنى وانا لفيت له فكرت في ايه؟ ايه؟
افتكرت ان انا مخفف كل هنا وقلت شعري هيقع قدامه. والله. وبعدين قعدت افكر اقول له ايه، طب انا عندي مرض جلدي، شعر دقني بيقع من الشمس. لا بس يا قائد انت بتتكلم بدوي على ابوه. انا من العريش. من العريش بقول لك يا قائد انا قلبي حاسس كده ان انت هتعزمنا على شويه محاشي وشويه مشاوي طيبين. أيوة حد عايز يزود حاجه؟ رز معمر اهو. صحيح صح، انت قلبك كبير يا انا اللي عزمت فعلا. قلبك كبير وبيحس. ها احنا كام؟ 1 2 3 4 يبقى نص تيس. نص تيس حلو. اقول لك على حاجه، تيس واسلام هو اللي هيشيل الرشه دي. اسلام مين يا قائد؟ اسلام مين يا قائد؟ بقول لك كنت اداله في قلبه واداني في وشي ليه؟ عشان اشيل حاجه معاه. لا بتاعتك بقى. يا ماشي يا قائد، اوامر يا قائد، اوامر يا قائد. يلا سلام عليكم. ايه ده؟ انت رايح فين؟ هتخبطيني؟ ابدا يا بابا، رايح اذاكر عند واحد صاحبي. رايح اتغدى عند اسلام. ايه يا نور يا حبيبي؟ قول كده تاني، راح تتغدى مع مين بره؟ ايه اللي انا سامعاه ده بالظبط؟ ايه اللي انا سامعاه؟ ماما بص يا ماما، انا وعدت اسلام ان في الاجازه هتغدى عنده. الكلام ده بقاله قد ايه؟ بقاله 6 شهور. فالنهارده سيبيني اروح اتغدى عند اسلام، وبكره اخدك اغديكي بره، نروح شاورما ابو حيدر وبعدين بريلاند وبعد كده نروح سينما روكسي بالليل. ايه رايك؟ موافقه، على شرط انك ما تقعدش عند اسلام كتير زي كل مره. حاضر. ترجع على طول. حاضر، مش هتاخر والله. ماشي. ده ايه السهوله والبساطه دي؟ طب بالنسبه للباميه والملوخيه اللي انا عماله اقطفها دي والمحشي، هتسيبيه ينزل كده ويسيب كل الحاجات دي؟ وماله؟ الباميه لما تبات بتبقى احلى. صح. والملوخيه بقى هطفحها لك انت يا قرشانه. تستاهلي والله. انا هاجي معاك. تيجي معايا منى فين؟ هتروحي فين؟ عندك مذاكره قد كده. حبيبتي انا رايح عند اسلام في البيت، يعني مش رايح حته. برضه هاجي معاك. انا خلصت كل الهوم ورك بتاعي. تعالى عايزه اقول لك على حاجه. عايزه ايه؟ انزل. وبيني وبينك ما بحبش الباميه بتاعت تيتا. ليه؟ دي حلوه جدا. لا. طيب انا هاخد رنوجه معايا، وده اكبر دليل ان انا مش هتاخر. ممكن؟ يا نور عندها مذاكره مش هينفع. ودي برضه عايزه موافقه. ماشي يلا خدها معاك. مامتها برضه. خلاص ماشي ماشي. يلا خشي البيت. ما تتاخرش. ثانيه وهبقى عندك. يلا. نفسي ومنى عيني اعرف قالت لك ايه في ودنك. كان بتقول لي اقول لكم تحوشوا لها شويه من الباميه عشان هي بتحب الباميه بتاعتك قوي. شفت؟ انا احسن واحده اعمل باميه في مصر الجديده. وفي القاهره الكبرى كلها بصراحه. تسلم ايدك يا طنط، والله العظيم الوحيده اللي بتعمل اكل ينافس امي. الف انا وشفا يا حبيبي. شفاء. والله كان نفسي اعمل حاجات اكتر من كده. اكتر من كده ايه؟ انت عامله الثلاجه كلها. اهلا يا رعد، تعالى. راح في الكبر ما شاء الله يا اسلام. ما شاء الله ما شاء الله. والله مونسني واخد حسي طول ما اسلام بره. عارف يا نور، اول ما جابوا اسلام انا كنت عايزه اسربه. فكرة كلكم كده في الاول وفي الاخر بترجعوا تحبوهم اكتر مننا احنا شخصيا. صح. طبعا. ممكن العب معاك؟ قومي يا حبيبتي بقى، بيعض ولا حاجه؟ طيب قومي. هتخلي اخواتك البنات يجوا يقعدوا مع امك هنا بدل ما هي قاعده زهقانه لوحدها وانت كده كده طول النهار بره البيت. والله العظيم الاتنين بيتحايلوا عليها تروح تقعد معاهم، هي اللي دماغها ناشفه ما بترضاش. بتيجي بقى كل واحده كده تقعد معاها يومين وبتاع. خلاص يبقى انت بقى ايه، تتجوز وتجيب مراتك تعيش هنا معاها تونسها. لا والنبي، مين اللي بيتكلم؟ طب اقول لك على حاجه، انا لو شفتك في الكوشه بعدها باسبوع هكون متجوز. تصريح قوي اهو. هفاجئك. لا انا مش مرتاح لك. في واحده انت وقعت. ولا وقعت ولا وقفت، انا بقول لك بس ان انا فاتح الباب للموضوع مش قافله زي الاول. وربنا في حاجه. هتروح فين؟ هتلف لفتك وهتيجي تحكي لي. ماشي. الشاي وكيكه البرتقال. ايوه ليك انت بس لوحدك انت يا نور. دي اللي اهم من الشاي كله. تسلم ايدك. تسلم يا تسلم ايدك حبيبتي، والله انت مش عارفه انا بحبها ازاي دي. تسلم. بطلت تجيب لي انت منها زي زمان دي. ايه ده؟ انا ببعت لك علب مخصوص علشانك انت. بس ما تهزرش عشان بتصدق بس. انا هكدب ليه؟ اسلام، نور عمره ما كذب. اقسم بالله ما بيدخلني القطاع غير لما اديله علبه. لا ما تهزرش. كيف حالك يا نور؟
ازيك يا سالم؟ عامل ايه؟ الحمد لله، فايض من النعم. طمن طمن وطمن ابوي وخوانيه، وسلم لي على موسى الصغير. استنى، انا هاجي معاك. لا، هروح لوحدي. كل حاجة بميعاد يا نور. صح، خد بالك من اسلام، خليك معاه، يحتاجك. صدق الله العظيم. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي، ازيك؟ ايه ده؟ مالك يا قلبي؟ صاحي وشك مخطوف كده ليه؟ مفيش، انا حلمت حلم كده وكنت صاحي بفكر فيه وعطشت قلت اشرب ميه. انا مش هقول لك احكي لي، بس انت عارف انا كل يوم بعد ما اصلي الفجر بقعد ادعي لربنا، وبدعي لك انت وكل زمايلك، وبقول لربنا يا رب ابني بين ايديك، حافظ عليه ماليش غيره، ردهولي من كل شر، واحميه وهديلي الخير، ورجعهولي سالم غانم، ما توجعش قلبي عليه يا رب يا رب. واوعي تبطلي دعاء يا زوزو، اوعي. اذا كان ربنا بينجيني ولا بيرجعني تاني البيت فده عشان دعاكي مش عشان اي حاجه تانية. لو كان في حاجه قلقك يا حبيبي ادعي ربنا، الدعاء بيرد القدر. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا فندم. اللهم اني احتسب هذا العمل عندك. فاكتبوا اللهم لي في ميزان حسناتي، واجعله في ميزان حسناتي، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، واشهد ان محمدا رسول الله. كلمة عليها نحيا، كلمة عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نموت، وبها نجاهد في سبيل الله، وبها نجاهد في سبيل الله، وعليها نلقى الله، وعليها نلقى الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. واحد 01 قادر طارق المنادي، احنا سيطرنا على المكان، لكن البراء وابو اسامه مش موجودين. واحد 01 قادر نور منادي، 101 قادر نور منادي. سيطرنا على المكان بس مفيش ابو البراء ولا ابو اسامه. مالك فيه؟ ماليش، انا تمام. انت تمام؟ انا تمام. سيبه طيب. لا
انا اوديه. مش في الجاتوه الحاجات دي. يا نهار ابيض يا جدعان على التجميعه. ازيك يا نور؟ وحشنا يا درديري. يا هارون حبيبي عامل ايه؟ يا ابو النجا غاسس يا ابو النجا. ازيك يا ادريس؟ وحشنا يا رجاله. عاملين ايه؟ الحفله دي بقى فيها كنافه ولا ناشفه زي كل سنه؟ انا اموت وافهم الاكل ده كله بيروح فين؟ يا اخي مش عشاني، عشان اخوك ابو النجا. الله الله الله، لا خليك في نفسك انت بقى. بالمناسبه العظيمه دي يا رجاله، رمضان السنه دي باذن الله انتوا كلكم معزومين عندي في البيت على الفطار، واللي مش هيجي مش هيعرف يحل معايا. عشان العبوات ولا ايه؟ هو انت اصلا يا ابو النجا بتسيب اكل في البيت؟ الله 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 يا عم وبعدين احنا فين ورمضان فين؟ ايه يا عم نور، واحنا هنعرف نتلم اللمه دي تاني؟ اللهم بلغت اللهم فشل، اللي مش هيجي هاجي اجيبه بنفسي. انا سامع سيره اكل فيها لخ فيها. ايوه احنا بنتفق ان انت تعمل رشه النهارده. طب سلام عليكم. قوم بس تعالى. كلموا فيها سياده الرائد انت وهو. يا فندم ابو النجا عازمنا على الفطار في رمضان. طب وايه يعني؟ ما انا عازمكم 30 رمضان. رمضان لسه نازل 29 يوم يا قائد. انا عارف يا فاري، عشان كده عازمهم. اختار اليوم يعني اللي هو ماشي. كفايه هزار يا رجاله، المهم ان هي موجوده. لا موجوده. يا نور في ايه؟ سرحان في ايه؟ اوعى تقول لي جعان. لا مش جعان ولا حاجه، بس حكايه رمضان دي خلتني احاول افكر احنا السنه اللي فاتت رمضان كنا فين؟ لا ما تفتكرش، ده شكله حب جديد. لا يا عم ولا حب ولا اسمعني حاجه. بس انا هو انت لو ربنا يهديك وتتجوز مش هتسرح كده. الجواز حلو يا ابني، مفيش اجمل من احساسك لما تلاقي ولادك داخلين عليه. اه والله نعمه كبيره. هو احلى شنبه بس وربنا يكرمه. انت مش فاهمك انت في الشنبه. طب بقول لك ايه، عنده حق، احلق انت شنبك بس وهتلاقي عليك العرايس قد كده. فكوكوا بقى من حوار شنبي ده وتعالوا نصور صوره جماعيه عشان احنا بنتقابل كده. يلا بينا. يا قائد اتفضل يا فندم. اتفضل معانا يا فندم بعد اذنك. لا مش هينفع. لا انا اللي صور. والله مش هينفع هارون والله. اتفضل يا فندم اتفضل. طب وانا هبات جنبك فين يا احمد؟ العفو يا فندم العفو. بركات تعالى صور. عشان انا ماليش في السيلفي دي. الله برافو عليك. يلا عشان الصوره. المزرعة دي مقر لقيادات التنظيم، موجود فيها أبو البراء وأبو أسامة وأبو هاجر. بعد ما اتأكدنا من المعلومات بتاعتنا من أكتر من مصدر، أقدر أقول لسيادتك إن دي أول مرة يتجمعوا كلهم فيها في نفس المكان. ده بسبب المداهمات اللي إحنا عملناها عليهم في أكتر من مكان ليهم. هي دي يا فندم فرصتنا إن إحنا نجيب أبو أسامة. احنا هنهاجم المزرعه من اتجاهين. الصاعقه هتهاجم من الجانب الشرقي للبيتين لخلق عنصر مفاجاه وتشتيت، تمكن الرائد نور من التسلل للجانب الغربي للبيتين ويجيب ابو اسامه. بعد اذنك يا فندم، المزرعه فيها كام عنصر وتسليحهم ايه؟ 25 عنصر تسليح خفيف. ده كروك المزرعة، كل المعلومات المتاحة. بعد اذنك يا فندم، عايزين نتاكد من وجود عناصر مراقبه على الطريق الترابي بن عدم. عنصرين بس. الوقت والتنفيذ. الليله ان شاء الله. ابو اسامه ده هو اللي طلع يتكلم لما رجالتنا استشهدوا في كرم القواديس، وهو اللي اتكلم لما وقعوا لنا الطياره واستشهد فيها اكتر من ضابط. اللي زي ده الموت رحمه ليه. هاتوا صاح يا نور. متقلقش يا ادريس، هجيبه صاحي. اقلعوا الحرامل وادفنوها.
عمليات من نور. في صوت انفجار. حسن معايا. التوقيت بيهجم علينا. هجمنا نوى. اضرب بالمضادات اضرب. في تعامل شديد علينا. اتجاهك حالا يا ادريس. يلا يا رجاله. الله اكبر. اكبر رجاله. استعمل. حرب الجهل. تعالوا يا فندم. الله اكبر. جيب العربيات بسرعه. حرك بسرعه. سلاح يمنع يا اسماعيل، خد مكاني. مش وقتك خالص. عمار. زياد وقف على الباب واضرب. زياد اضرب اضرب. احنا هناخدك ونوديك مكان احسن من هنا 100 مرة. ما تعيطش بقى. طب انت عارف انا عندي ابن قدك كده بالظبط اسمه اياد. لما يكبر بقى يا سيدي نفسه يطلع طيار. انت بقى نفسك تطلع ايه لما تكبر؟ انا ما بخاف، ولما اكبر رح اقتلكم كلياتكم. واحنا بقى بنحبك، وبكره لما تكبر هتعرف احنا عملنا ايه علشانك. فيه 101 إدريس المنادي. معنا طفل وهنخليه. اسلام! اسلام! 101 نور المنادي. اسلام اتصاب اصابه كبيره وانا هخليه دلوقتي.
اسلام اسلام خليك معايا يا اسلام. ما تقولش حاجه يا امي، ما تقولش حاجه يا امي. هتبقى كويس يا اسلام، ما تخافش. النقيب اسلام وصل مستشفى الجلاء ودخل العمليات. تاكدنا من وفاه سنان ونقلنا كل المضبوطات من المزرعه لحد هنا. احنا لقينا كنز من الاوراق والملفات المهمه بتاعه التنظيم. ده غير كمان كان في اكتر من هارد ديسك. القسم شغال عليهم. ولسه ما لقيناش ابو اسامه. انا عارف ان احنا كنا عايزين نوصل له، بس موت سنان والمضبوطات اللي لقيناها دي حاجه مش قليله. غير كمان العناصر اللي ماتت واللي اتقبض عليها في المزرعه. ممكن اتكلم مع سيادتك يا فندم؟ بعد اذنكم. خير يا نور. عاوز اعرف مكان ابو اسامه. الواد ده انا ضربه دفعه وعارف انها صابته، يعني متاكد ان هو ما بعدش عن المكان اللي كان فيه. قول لي مكانه فين وانا هنزل اجيبه، ان شاء الله هنزل اجيبه لوحدي. اهدى يا نور، اهدى. الامور ما بتتمش بالطريقه دي. طيب انا هادي اهو. هو فين؟ سياده الرائد نور. يا فندم هو فين؟ سياده الرائد نور، دي مش خناقه شوارع، دي حرب، واسلام ضابط قوات خاصه زيك، ولا انت نسيت؟ بداية الغلط انك تفقد اعصابك. انا مقدر جدا احساسك دلوقتي يا نور، بس احنا مشاعرنا مش بتتحكم في افعالنا. حق اسلام هيرجع، بس مش دلوقتي وبالطريقه الصح. سنان اللي مات امبارح هو اللي هرب يوم موت ابو انس، وابو اسامه اللي هرب امبارح هو اللي هيموت على ايدينا قريب جدا. محدش بيكسب الحرب في يوم وليله يا نور. لو عايز تاخد اجازه دلوقتي تقدر تعمل كده. انا صاحبي رجلي راحت، مش هنزل اجازات غير لما اجيب حقه. عن اذنك يا فندم. يا نور، نازل اجازتك امتى؟ بعد بكره ان شاء الله يا فندم. اتفضل. طب كويس، يبقى نتفرج على ماتش الاهلي والزمالك بكره مع بعض. اكيد يا فندم ان شاء الله. نور، انا عاوز احكي لك على موقف. من كام شهر كده كنا في تفتيش قرب كمين الخروج، وبعدين سمعت في الجهاز ان في تعامل مع الكمين. اتحركنا بسرعه وعملنا التفاف عشان نبقى في ظهر الارهابيين، لانهم كانوا بيهاجموا من تبة عاليه. بدأنا التعامل معاهم. الحمد لله صفناهم. بعد ما وصلنا لقيت الضباط والعساكر بيقولوا لي يا فندم حضرتك كنت بتجري بسرعه لدرجه ان محدش فينا كان قادر يلحقك. قال لي يعني انا في سني ده كنت قادر اسبقهم كلهم. لا بس هو سيادتك سريع فعلا. انا نزلت مع حضرتك مداهمات وشفتك. والله يا ابني ولا سريع ولا حاجه، ده اختيار ربنا بخيره وشره. الشهاده بتختار صاحبها والاصابه بتختار صاحبها. ما علينا الا اننا ناخد بالاسباب. ما تلومش نفسك يا نور عشان اللي حصل لاسلام، انت عملت اللي عليك واكتر، وده اختيار ربنا. عارف انا على طول بطلب الشهاده من ربنا، وما نلتهاش ولا مره في الطلعات اللي طلعناها، بس انا حاسس انها قريبه وقريبه قوي. بعد الشر على سيادتك يا فندم. شوف اقول له ايه؟ يقول له ايه؟ بقول لك انا اللي طالبها من ربنا ونفسي انولها. اسلام راجل ومحارب قوي، واللي هو فيه ده اختبار من ربنا. ان شاء الله ان شاء الله هيعدي. ان شاء الله. لا خالص يا حبيبي ما تقلقش، انا قلت لك انا كنت عنده في المستشفى امبارح. ما انا مش فاهم في ايه، انا بكلمه هو ما بيردش ومامته كمان ما بتردش. والله مامته حالها صعبه قوي يا نور، ربنا يصبرها. هو اكيد يعني موجوع من كتر العمليات اللي عملها يعني. اوعى بس يكون في حاجه وانت مخبيها عليا. لا خالص، ما انا قلت لك هو خرج من اوضه العمليات ودخل اوضه عاديه يعني،
بس هو في شويه حاجات كده بيجربوها يعني بيطمنوا يعني. المهم يعني انت اجازتك امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. لما تبقى تيجي نبقى نروح له تاني سوا. وطمني على احوالكم هناك، اخباركم ايه؟ لا ما تقلقش، كل حاجه هنا تمام الحمد لله. طيب الحمد لله. بقول لك ايه يا نور، ابقى اتصل بامك كده وطمنها عشان هي متوغوشه عليك بزياده اليومين دول. انا لسه مكلمها من شويه كده كده، بس هكلمها بالليل. معلش كلمها تاني برضه. طيب يا حبيبي طيب، مع السلامه. شكرا، مع السلامه. ماشي يا حبيبي، مع السلامه، باي باي. ايه يا ماما، ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ انا في القطاع بتفرج على الماتش. وانتوا كمان؟ طب كويس، كلهم عندك؟ طب حلو. طب ونايم ما تخليش رنا تخش تلعب في الاوضه عندي يا حبيبتي، ما انت كل مره بتقولي كده وبرجع بلاقيها. طيب طيب. الفنطاس يتحرك. بقول لك ايه، هو فنطاس المايه بيجري بسرعه كده ليه؟ اشرد وارجع، اشرد وارجع، اشرد وارجع. ارجع المزرعه، ارجع المزرعه.
نور، البقاء لله يا نور. ونعم بالله. اتفضل حبيبي، اتفضل. ربنا يطمني عليك يا حبيبي. اتفضل يا ابني. تشرب حاجة يا حبيبي؟ لا متشكر يا طنط، ربنا يخليك. اتفضل اقعد. والله انا قلبي بيتقطع على زمايلك بعد ما سمعت الاخبار، اللي استشهد واللي اتصاب. ربنا يصبر اهاليهم يا رب. ربنا يصبرهم. انا لميت الحاجه بتاعت اسلام كلها في الشنطه دي. على فكره بكلمه كتير في التليفون ما بيردش، ورحت له المستشفى قالوا لي ان هو مانع الزياره، فقلت لهم يقولوا له ان انا نور اللي بره، فطلعوا قالوا لي ان هو نايم. كان ناقص يعني يقولوا لي بيقول لك نايم. معلش يا ابني، انت عارف الظروف اللي هو فيها، وبعدين اسلام مش عايز يشوف حد ولا حد يشوفه. انا طول النهار عمال اعتذر للناس. بس معلش يا طنط، انا عايزك تحاولي تخليني اقابله واقعد معاه. طب اروح له النهارده هقول له، بس عشان خاطري ما تزعلش. لا ازعل منه ده ايه؟ اسلام ده اخويا وانت عارفه كده كويس. طيب انا مش عايز اطول عليكي، اتكل انا على الله. ده مش هتتغدى معايا؟ لا مش هلحق، انا جيت من هناك على هنا على طول، حتى ما روحتش البيت، فلازم اروح عشان اطمنهم عليا. وانت لو احتجتي اي حاجه في اي وقت يا ريت تكلميني. تسلم لي يا حبيبي، تسلم لي. سلام يا طنط. مع الف سلامه. هو اسلام عرف حاجه عن اللي حصل في 101؟ اسلام ما بيتفرجش على تلفزيون ولا بيسمع اخبار ولا حتى بيمسك موبايله. انا سبته امبارح وما كانش عارف اي حاجه. تمام. سلام يا طنط. مع السلامه يا حبيبي، ربنا يستر طريقك يا رب. عادي يا نور، الاسلام فيه ده عادي على فكره. عادي ازاي يا ابراهيم؟ انت مش عارف انا واسلام عاملين ازاي مع بعض؟ مش عايز يشوفني. نور، اسلام ده مقاتل فقد رجله، عارف يعني ايه؟ يعني هو دلوقتي في صدمه كبيره جدا، وانا وانت عارفين اسلام كويس. اسلام طول عمره لا بيحب يشتكي ولا يتكلم. انا عارف انت حاسس بايه. انت عندك تأنيب ضمير عشان حاسس ان انت كان المفروض تلحقه، وفاكر انه زعلان منك، بس ده مش حقيقه يا نور. اسلام راجل مؤمن، وعارف كويس قوي ان اللي حصل له ده قضاء وقدر. قدر ربنا يا اخي، كان ممكن يحصل لاي حد فينا. وديني بقول لك اهو، اول ما هيهدى ويفوق من اللي هو فيه، اول حد هيبقى عايز يتكلم معاه هو انت. يا ريت يا ابراهيم. هتشوف. تشربوا ايه يا اولاد؟ خلي بالك يا حبيبتي، لا لا ما تتعبيش نفسك. احنا مالك يا في ايه؟ زي الفل الحمد لله. تشربوا ايه؟ ايه رايكم اعمل لكم ليموناده تفتح نفسكم على العشاء؟ والنبي ما تتعبي نفسك، بلاش. ابدا ابدا، اهلا وسهلا. نور يا طنط كويسه؟ اه كويسه، بس موضوع اسلام ده طبعا مبرجلها وخليها قلقانه عليا بزياده وكده يعني. ماما ماما طنط ماما طنط ابراهيم اطلب الاسعاف. ماما ماما يا نور، انت صاحي ما نمتش؟ انت اللي صاحيه، انا كنت فاكرك نايمه. اخبارك ايه؟ كويسه؟ ايوه يا قلب امك، انا زي الفل الحمد لله. الحمد لله. انت كنت فين؟ نزلت اشرب حاجه في الكافيتيريا تحت. تعال قرب لي. قرب لي. اوعى تكون يا ولا بتشرب سجاير. انا عمري شربت سجاير، ما بحبهاش. عمري ما شربت سجاير. اعمل ايه؟ انا خايفه عليك، من حقي. انت كلك على بعضك كده بتاعي انا.
انت ونهى ماليش غيركم في الدنيا دي. انتوا مشروعي اللي في دنيتي. ربنا يخليكي لينا حبيبتي، ما حرمناش منك ابدا. واشوف عيالك. يا دي عيالك اللي ما فيش. اوعى تزعل ولا تتنرفز يا حبيبي. انا خايفه اموت وما اشوفش نور الصغير. بعد الشر عليك. نفسي العبه وادلعه واكله زي ما كنت بعمل فيك بالظبط. تعرف يا حبيبي لما كنت اخدك كده بالعربيتك الصغيره وافسحك في مصر الجديده ويعدي المترو ويطلع صوت جامد، ما كنتش بتخاف، كنت تضحك وكل الناس يقعدوا يبصوا لك، وببقى خايفه عليك وغطي وشك عشان ما حدش يحسدك. ان شاء الله تلعبي مع عيالي وعيال عيالي. انا راضيه بعيالك انت بس. اتهمي بقى زي سيب الواد يستريح. انت صاحي وعامل نفسك نايم بدل ما تيجي تقعد جنبي. لا انا نايم ازاي؟ خليك مرتاح انت بابا، انا قاعد معاه. قول لي يا حبيبي، انت اتعشيت ولا هتنام على لحم بطنك كده؟ انا اتعشيت. انا بكلم نور، انا شايفاك قدام عينيا لهفت كل الصينيه بتاعتي اللي كانت جايه لي. إيه؟ يعني كلت الاكل بتاعي انا. ايه دي؟ الموضوع ما يستاهلش. بالهنا. ازيك يا طنط؟ صدق الله العظيم. ازيك يا ابني؟ اخباره ايه اسلام؟ الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. الحمد لله. انا عايز ادخل اشوفه. طب استنى، انا هخش لا اسال. لا 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 خلينا ندخله على طول. طب عشان خاطري اوعى تزعل منه، انت عارف ان هو تعبان قد ايه؟ عارف. ماشي يا حبيبي. يا رب. بسم الله. اعمل ايه ياس؟ وحشنا يا صاحبي. كلمتك كتير يا عم، انت ما ايه تردش ليه كده؟ قلت اطب عليك بقى. انا طول الطريق عمال افكر لما اجي اقول لك ايه، وحضرت كلام كتير بس نسيته كله دلوقتي. الحمد لله انك عايش، الحمد لله انك لسه وسطينا، ودي مش اخر الدنيا يعني يا اسلام. لا اخر الدنيا؟ انت شايف ان دي مش اخر الدنيا؟ سيبنا يا نور، سيبنا الله يرضى عنك لوحدك. التحاليل والارقام عظيمه خالص. الحمد لله. يعني لو 48 ساعه واستمرت على كده انا هكتب لك خروج فورا. بس انا حاسه ان انا بقيت كويسه يا دكتور. اسمعي الكلام بقى يا زاهي، الدكتور عارف هو بيقول ايه. من فضلك يا دكتور قول لهم ان اللي حصل لي ده مش من الاكل ولا الشرب، عشان من الصبح عمالين يتريقوا عليا هما الاثنين. الرفرفه الوزنيه دي لها اسباب كتير قوي، متعلق بالوراثه وبرضه متعلق بالضغوط النفسيه والتدخين والملح والزيت والسمنه، صح؟ طبعا. قلتش حاجه انا من عندي؟ يا سلام. طب والقهوه؟ والقهوه طبعا. دكتور انت اكيد مش فاضي، انت اكيد يعني ايه، الف سلام عليك يا عندك عيانين ومشاكل كتيره يعني. شكرا يا دكتور. سلامتك يا زوزو، ألف سلامة عليكي. بقول لك إيه يا نهى؟ إيه يا زوزو حبيبتي؟ تروحي البيت وتعملي لي أكلة حلوة. أعمل لك صينية رقاق باللحمة كده حلوة. الله. وشرب. ايه بقى حكايه الكهرباء الزياده دي؟ يعني ايه السبب؟ يعني جات لك منين بقى؟ من خوفي عليكوا أنت وأختك، ودايما بفكر فيكوا فعليتوا كهربتي. انا واختي اللي عليك. طب والراجل الطيب ده ما عملش حاجه؟ أبوك ده الكهرباء كلها. ألف سلام عليك يا طنط، ما تقلقيش علينا، احنا زي الفل، المهم انت تبقي كويسه. الحمد لله. الله يسلمك يا حبيبي. بقول لك ايه؟ يا دكتوره. جبت لي الحاجات اللي وصيتك عليها؟ جبتها لي؟ والله العظيم موصي صاحبي هيجيبهم لك معايا اخر الاسبوع، ما تقلقيش بقى يا ابني. يلا.
حاجات ايه يا تيتا؟ حاجات بتاعت كبار. تعالي يا نور. ايه يا زوزو حبيبتي قولي. اطلعي شوفي كده في نور بيكلم مين. ما هو قال ايوه يا دكتوره، فيمكن كان مكلم دكتوره عشان خاطرك يا زوزو. دكتورة ايه؟ اطلعي شوفي بيكلم مين وتعالي قولي لي حالا. حاضر. يلا يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ عندك مصاصه؟ لا. انزلي جيبي مصاصتين وحته كيكه صغيره قد كده اهو. حاضر يا تيتا. يلا يا حلوه. استني، تعالي تعالي. لا. تعالي اوصيكي، تعالي. لا. الحمد لله تمام. ماشي الحال. أنا كنت بكلمك عشان أطمن على النقيب إسلام. والله اسلام كويس الحمد لله يعني. طب لو احتجت أي حاجة يعني قول لي. أنا خريجة طب عين شمس بالمناسبة، فيعني زمايلي ودفعتي دكاترة عندك في المستشفى. اكيد لو احتجت حاجه اكلمك. مع السلامة. ماشي مع السلامه. خير. قولي بقى ايه الحوار، عشان ماما بعتاني من الاخر كده عشان اتجسس عليك. مفيش حوار ولا حاجه، دي الدكتوره اللي استقبلت اسلام في العريش قبل ما يتنقل على المستشفى في القاهره، ودلوقتي بتكلمني بتطمن عليه بس. يعني هي عايزه تطمن على اسلام بس بتكلمك انت. يعني ايه المشكله؟ الله، بقول لك ايه، لو رحتي قلت لامك على اي حاجه وبعد كده امك اصطادتني وقالت لي على الحاجات اللي انت قلتيها لها، انا مش هرحمك، فاهم؟ هتعمل ايه يعني؟ معرفش بس والنبي بتقولي لها، اصل انت لو قلت لها على حاجه هي مش هتنزل من على وداني وانت فاهمه، عشان خاطري قولي بيكلم اي حد خلاص. اتفقنا بس بشرط تشد حيلك كده، ترد المكالمه، تفتح كلام، تنحنح صوتك شويه. انحنح صوتي؟ ايوه، ما تقفلهاش. اه مبدئيا كده تحلق شنبك. شنب ايه اللي احلقه؟ انا مش فاهم، هو شنبي ده على وشكم انتوا ولا وش انا؟ تعبكم في ايه؟ لا مش هعرف اشوفك يا ابراهيم. اسلام كلمني وجيت له على المستشفى. مش قلت لك هيكلمك؟ طب ما تيجي. لا خليها المره الجايه بقى. طب خلاص ماشي حبيبي، يلا سلام سلام. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. صدق الله العظيم. انت لازم تيجي متاخر، ما ينفعش تيجي في ميعادك. يا عم انت لما كلمتني انا جيت. طب بقول اعمل ايه؟ انا زي الفل، عايز اطلع بره اشم هوا 5 دقايق بس. تطلع بره فين؟ هطلع بره اشم هوا، جالي اكتئاب. 5 دقايق الكرسي ده والنبي. يلا نور، انا قاعد كل ده مستنيك والله. استنى انا بره. استنى اساعدك. ما تقلقش. بسم الله بس كده. يلا هات البطانية. بسم الله. برد بره خلي بالك. مش مهم. هو حضرتك رايح فين يا فندم؟ نروح فين؟ 5 دقايق اشم هوا وارجع. يلا نور. ما تخافيش مش هخطف، ارجعهولك. تعالى يا معلم بقى ايه على الكوبري ده، وكأنه كوبري ستانلي. انا عارف ان انت فاكر ان انا زعلان منك، بس الحقيقه انا عمري ما اعرف ازعل منك عشان انت اخويا. انا بس غصب عني كنت مصدوم بعد ما طلعت من العمليات وعرفت ما بقتش عارف افكر ازاي، ما بقتش فاهم حاجه. انا كل اللي اعرفه عن نفسي ان انا ظابط مقاتل، عارف ان انا ممكن اموت في اي لحظه وعارف ان ممكن اتصاب، بس عمري يعني ما يجي في خيالي ان انا مش هقدر ارجع تاني زي الاول واكمل. كان صعب عليا. عارف انا قابلت مين امبارح؟ قابلت مين؟ العميد سيد. هو انت ما سمعتش عن الهجوم اللي حصل على 101؟ عرفت.
امي حاولت تخبي عليا بس انا عرفت. وعرفت ان العميد سيد استشهد. مش انت كنت بتقول لي هتعرف لوحدك عن ايه زياره؟ امبارح عرفت. قابلت العميد سيد عند الشجره الكبيره اللي في اخر الشيخ زويد. اتكلمنا كتير. قال لي كلام ريحني. وصاني على بناته. وصاني عليك. قبل ما يستشهد بيومين كان بيكلمني عنك. كان بيحبك يا اسلام. الله يرحمه ويحسن منه. الله يرحمه. احنا لبنانا كان ليه بقى؟ انا قلت لك طلعنا شم شويه هوا. صحيح الرجاله عاملين ايه؟ علي واسماعيل وخليفه وكلهم زي الفل كلهم الحمد لله، بيسلموا عليك. طب هتقوم لي معاك الزياره اللي جايه؟ ماشي. زوزو عامله ايه صحيح؟ من كام يوم كده بس خوفتنا عليها شويه، رحنا المستشفى بس اطمنا عليها الحمد لله زي الفل، ما فيهاش حاجه. خرجت يعني؟ خرجت الحمد لله. كان بتكلم امك امبارح اصلا. الحمد لله الحمد لله. ما اعرفش ايه اللي فكرني بالموضوع ده دلوقتي. بس فاكر لما انا وانت اتحبسنا في بيت التكفيرين اللي على التبه العاليه؟ يا ربنا على اليوم ده. عمال اقول لك تقلقش يا نور، العالي بيكسب الواطي، العالي بيكسب. وانا سامعها العادي عمال اقول ايه العادي؟ يعني اعمل ايه انا دلوقتي لما يقول العادي؟ فاكر بعد المداهمه دي الواد التكفير اللي كان هيموت ويعرف احنا نزلنا فوق البيت ازاي؟ فاكر انت قلت له ايه؟ ده احنا في الجيش بيعلمونا نطير يالا. وعيل غبي برضه، ما احنا فوق وهم تحت، يعني عادي لما ننزل ونطلع. ولا الجماعه اللي كانوا بيطبخوا؟ كانوا لسه دابحين وريحه اللحمه مجننه امي. عمال اقول لك استنى قاعد يخلصوا شوي وندخل. ايام حلوه. الحمد لله على كل شيء. طب ايه؟ ما بردتش؟ والله بردت. مش حاسس بنص التحتاني. نسيبه. تعال يا فارق. ثابت يا رجاله، سيبوا الكشاف يعدي. اسماعيل وصل لابوه وبعت العربيه الثالثه. فجر العبوه موجهه اسماعيل. فجر يا اسماعيل. اخر عربيه طبعا. تمام يا اسماعيل؟ تمام يا فندم. علي تمام يا فندم. صحيح اسلام بيسلم عليكم يا رجاله. الله يسلمك. الله يسلمك. انا كلمته من يومين وقال لي ان هو خلاص هيخرج من المستشفى قريب. خرج امبارح الحمد لله. الحمد لله. هو في حد هيضم علينا في المجموعه يا قائد؟ قادم خالد بيقول لي ان في حد من الوحده هيضم علينا وغالبا هيجي النهارده. وحضرتك مش عارف هو مين؟ لا ما اعرفش، بس واضح ان حظه في رجليه. جاي على عمليه حلوه، هيخش على السخان.
الله كريم. طب اديني رنا يا نهى. حبيبتي يا رنوجه، انت نسيتي الدبدوب بتاعك جوه شنطتي. ده مش دبدوب، ده بوبو. انا اديتهولك عشان يسليك وانت مسافر. هجيبهولك وانا جاي. ابراهيم. الله الله الله، ايه جو الدباديب ده؟ هو انا داخل الاوضه غلط ولا ايه؟ هو انت اللي ايوه انا اللي جاي انقذ حياتك. المقدم خالد كلمني وقال لي لازم تضم على المجموعه دي عشان نور محتاس ومش عارف يعمل ايه، فقلت اكسب فيك ثواب. ايه متنح ليه؟ الحمد لله على السلامه يا صاحبي. الله يسلمك. عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. اتفضل. خير يا نور. ليه ابراهيم؟ يعني ايه لابراهيم؟ الوحده فيها ضباط كتير يتمنوا يخدموا في سينا. ليه اخترت ابراهيم؟ اولا السؤال مش عاجبني. ثانيا بعد العمليه اللي فاتت لقيت ان ابراهيم احسن بديل للاسلام. انت عارف ان ابراهيم صاحبي. انت اخترته عشان هو صاحبي. لا عشان كفء. احنا ما بنشتغلش كاصحاب يا نور، بس لو عندك مشكله في الشغل يا ريت تبلغنا عشان نعرف هتكمل معانا ولا لا. تمام سيادتك. تمام يا فندم. عن اذنك. اتفضل. المكان ده مكان لتصنيع وتخزين العبوات. الدخول إليه بالقوات هيكون صعب جدا عشان هم مفخخين حوالين المزرعة بالكامل. الوقت الوحيد اللي التكفيريين بيفصلوا فيه العبوات وهم داخلين وبيرجعوا يشغلوها تاني وهم خارجين. المكان ده فيه كام عنصر؟ مش كتير، هم 5 لأنهم معتمدين على العبوات زي ما قلت لك. أهم واحد موجود وسطيهم هو الراجل ده، علي المهاجر. انضم للتنظيم في سوريا وبعد كده جه على مصر وهو المتحكم في كل المكان. هو ده اللي معاه المفجر؟ بالظبط كده. هندخل بعد نص الليل. هيدخلنا عبد الله بن الشيخ موسى على اننا عمال بنا، وهيوصلنا المكان على مسافه 900 متر من الهدف. تمام؟ تمام. يلا يا رجاله العربيه اتحركت. نجهز يا رجاله، معانا 7 دقايق قبل ما يفعلوا العبوات. تمام يا فندم. تمام هنا تمام. يا رجاله كله صاحب طلقه. تمام. توكلنا على الله. يلا. اثبت ولا حركه. معلش بقى، حمزه والرجاله راحوا باي، يلا عشان افسحك. يلا علي خد وديه باي. معقول هيعملوا لنا كمين بطفله؟ احنا اتاكدنا من مصادرنا ان محدش عارف اهلها. الاصابات اللي في البنت دي بتقول ان هي اترمت من عربيه او موتوسيكل، ممكن تكون كانت مخطوفه او اهلها رموها وهم بيهربوا. المشكله يا فندم ان المصدر بتاعنا خايف ياخدها مع البيت، لا يكون في تكفيرين
راصدين ويتحركوا وراها. بس احنا مش هنسيب البنت دي يا فندم. انا دايس المنطقه هناك، سعادتك اديني الامر وانا انزل اجيبها. بالتاكيد مش هنسيبها. هنحرك مجموعه من الصاعقه وحرس الحدود يامنوا المنطقه، ومجموعه العمل الخاص تنقذ البنت. كويسة؟ اسمك ايه؟ ما اتحركتش بيها ليه؟ خفت يا قائد من العبوات، والتكفيريين بيتحركوا كثير حوالين المكان. طيب ايه رأيك تيجي معايا؟ ها؟ تعالي ما تخافيش. بسم الله. ما تخافيش. خلوا بالهم منك. تمام؟ عمليات من طارق. تمام يا فندم. تم التقاط البنت وهنخلي لنا مجموعة العمل الخاص. أي أوامر يا فندم؟ تمام، اخلي وتعالى. تمام يا فندم. ايه؟ عايز تبيت هنا ولا ايه؟ نستنى شوية يمكن ربنا يرزقنا بواحد ولا اتنين. اسمع من بقك ربنا يا اخويا. صحيح اخبار البنت الصغيره ايه؟ عندها صدمه، ما بتتكلمش مع اي حد، فمش عارفين نعرف عنها حاجه، حتى اسمها. بس الدكتوره امنه بتحاول معاها. طب هو ايه الاجراءات اللي بتتعمل في حاله زي دي؟ كل الاحوال هنهتم بيها. حسب اهلها مين بقى ناخد الاجراءات. ممكن تكون مخطوفه، تايهه، بنت حد من العناصر. طب هو انا ينفع اروح ازورها؟ اه طبعا، ربنا يبارك لك. كام كده؟ حساب كده 80 جنيه. الله، شكرا. البنت حالتها صعبة قوي، واضح ان هي ما بتختلطش بناس، عشان كده خايفة من اي حد يقرب منها. حتى التمريض وبتقعد طول الوقت تصرخ. طبعا انا حاولت اتكلم معاها بس للاسف ما بتقولش اي حاجة. طب انا جايب لها معايا شوية حاجات حلوة كده، يعني اي حاجة تبسطها ويمكن تخليها تفك. هي هنا في الأوضة دي؟ اه. أهلاً وسهلاً. بصي، أنا مش عايزك تخافي. أنا جايب لك حاجة حلوة. بصي، بتحبي الشوكولاتة ولا بتحبي البونبوني؟ كل الحاجات الحلوة دي أنا جايبها عشانك. أنا نسيت. وده كمان أنا جايبهولك مخصوص. إيه رأيك؟ عجبك؟
انت عارفه انا عندي بنت اختي قدك بالظبط وحلوه زيك كده. حبيتي؟ انت اسمك ايه؟ لا انت اكيد عارفه اسمك، مش معقوله يعني مش عارفه اسمك ايه؟ صابرين. صابرين، ده اسم حلو قوي يا صابرين. ما انت اكيد زي القمر وحلوه كده، لازم كمان يبقى اسمك حلو. حبيبتي انا مش عايزك تبقي خايفه من حاجه خالص، احنا هناخد بالنا منك كويس قوي، مش بس لغايه لما تخفي، لا لغايه لما تكبري كمان. شوفي بقى انت عايزه تكبري تبقي ايه؟ عايزه تبقي دكتوره، عايزه تبقي مهندسه، عايزه تبقي رسامه؟ بتحبي الرسم يا صابرين؟ شكلك كده بتحبي الرسم. انا المره الجايه وانا جاي هجيب لك معايا ورق ابيض كبير والوان كتير عشان ترسمي، عشان بعد كده تكبري تبقي رسامه كبيره. ايه رايك؟ بس مش عايزك تبقي خايفه من حاجه. دول كلهم بتوعك، بس ما تاكليهمش كلهم عشان سنانك، السكر الكتير بيبوظ السنان واحنا عايزين نحافظ عليكي. انا اسمي نور، اي حاجه هتعوزيها انا هعملها لك، اتفقنا؟ طيب ممكن بقى ابوس راسك؟ باي. لا ده خلاص بقى بتاعك ومحدش هياخده منك، اتفقنا؟ والمره الجايه ارجع الاقيكي مسمياه اسم، اختاري انت الاسم على مزاجك، ولا اقول لك ما تسميه نور عشان ما تنسيش اسمي. ذنبها ايه البنت دي يحصل فيها كل ده؟ بس انت ما شاء الله شاطر قوي في التعامل مع الاطفال. انت عندك ولاد؟ لا انا مش متجوز. هو انت عندك ولاد؟ لا انا مش متجوزه. بس انت منين اصلا؟ انت يعني لهجتك مش عرايشي خالص. ياه دي حكايه طويله قوي. هحكي لك. اهل ابويا من اسكندريه واهل امي من العريش، بس هم اصلا من دمنهور. ابويا بقى اتعرف على امي في جامعه اسكندريه فحبوا بعض واتجوزوا، وابويا ساعتها قال بلدي هي بلد مراتي، فجه عاش هنا طول حياته في العريش لحد ما توفى من 5 سنين. الله يرحمه. الله يرحمه. فتقدر تقول يعني ان انا من هنا عايشه طول حياتي في العريش. انت بقى منين؟ من القاهره ولا منين؟ احنا من مصر الجديده عادي يعني كنا من مصر القديمه وبعد كده نقلنا بقينا في مصر الجديده. هو يعني انا عارفه ان انت ضابط جيش وكل حاجه، بس ليه احيانا بتلبس ميري واحيانا بتلبس كاجوال؟ انت مخابرات؟ لا يعني هقول لك بقى، دي قصه طويله جدا ومحتاجه وقت، ان شاء الله كده مره تبقي فاضيه برضه مش هينفع احكي لك. طيب انا عايز ابقى جزور صابرين تاني، هبقول لك قبليها يعني لو موجوده اشوفك. اوكي ماشي. طيب سلام. سلام. خلي بالك من نفسك. ماشي. اتفضل. فاضي اتكلم معاك شويه؟ ولو مش فاضي تعال اقعد. في يا عم نور ما تقعد. انت نازل اجازه بكره مش كده؟ ان شاء الله. طب كويس عشان تهدي اعصابك شويه. ما تزعلش مني على اللي انا عملته لما عرفت حكايه ابراهيم. انا مش زعلان منك يا نور، وعلى فكره انا مدرك كويس قوي انت بتمر بايه. وانا كمان مدرك وفاهم كويس قوي طبيعه شغلنا، بس برضه ما تقدرش تنكر انه صعب على الواحد يبقى عايش وسط ناس في منهم زمايله وفي منهم صحاب قريبين يستشهدوا، يعني فجأة مبقوش موجودين. ده ساعات بيخليني تسأل نفسك اشمعنى انت، مش كده؟ بالظبط. انا عارف ان الاعمار بيد الله،
دي بتحصل لكل اللي حواليا وما بتحصليش انا. ساعات بحس بالذنب او بحس ان انا مقصر. بالعكس يا نور، وعلى فكرة طبيعي جدا تفكر كده وتسأل نفسك السؤال ده. أنا كنت زيك، وبرضه جه الوقت إن أنا سألت نفسي اشمعنى أنا ما كنتش ارتاح غير لما الاقي الإجابة. ولقيتها. فاكر الورقة اللي أنت دايما تسألني عليها وعلى طول شايلها معايا؟ ساعتها أنا كنت في أول مدرعة ومدحت في المدرعة اللي ورايا. أول ما طلعنا الطريق سمعت انفجار شديد. ببص ورايا لقيت عبوة انفجرت في مدرعة مدحت. الفرق بيننا كان مترين 3 وشوية ثواني. هو استشهد وأنا فضلت عايش. قعدت فترة بسأل نفسي اشمعنى أنا؟ لغاية لما زرت ولاده. سألت أحمد نفسك تبقى إيه لما تكبر؟ قال لي ظابط زي بابا. سألت محمد نفسك تبقى إيه؟ قال نفسي أبقى دكتور عشان ألحق اللي زي بابا. لقيت نفسي بمسك الرسمة بكتب عليها أسامي كل القيادات الإرهابية، وبدأ هدف قدام عيني ما بيغيبش. هي دي الإجابة للسؤال يا عم نور. إرادة ربنا، وإحنا أسباب. حلوة فكرة العصافير دي. انت ملونة الشمس برتقاني مش أصفر، صح؟ طب والشجر ليه مش مزودة اللون الأخضر؟ هو أنا جبت لك براية ولا لأ؟ لا. أنا آسف. المرة الجاية لما أشوفك هجيب لك براية. اتفقنا؟ تعالي ارسمي هنا. صباح الخير. أهلا. صباح الفل. جاي بدري النهارده. أنا كنت نازل أجازة أصلي فقلت أعدي عليها قبل ما أنزل. طيب ممكن اكشف عليها؟ اتفضلي. طب عدين؟ أنا آسف. ماشي. عدينا ولا لأ؟ صابرين عاملة ايه؟ الحمد لله. كويسة؟ جاي بقى اشوفك عاملة ايه النهارده. بسم الله. المقدم خالد قال لي انها هتنقل النهارده القاهرة عشان تكمل علاج. بجد؟ ما كنتش أعرف. خدي نفس. هما جم اتكلموا مع البنت. صحيح هما ما عرفوش ان اسمها صابرين الا لما هي قالته لك، ومن ساعتها وهي بتتكلم معاهم عادي. شطورة صابرين. انت عارفة لما تنزلي مصر انا هاجي عشان اشوفك هناك. ماشي هستناك. انت عارفة ان انا بحبك قوي؟ وانا كمان بحب. طيب انا هتكل على الله بقى. ماشي. صحيح ودني بقى لها فترة بتصفر لما بصحى من النوم ساعة ساعتين كده وبعدين الصفارة بتروح. تعرفيش ده من ايه؟ انت كده محتاج تروح لدكتور انف واذن وحنجرة. دكتور وليد شاطر قوي هنا، انا ممكن اكلمه لك. وليد؟ لا انا قلت انت عندك حاجة يعني خلاص ابقى المرة الجاية ابقى اجيله بقى. ماشي. سلام. سلام. تحب تشرب قهوة؟ عندي بن هايل يعني هنا في المستشفى. وانا كان عندي ميعاد بس لو البن هايل لا نشرب فنجان مع بعض. ماشي. لا بس عندك حق، البن فعلا جامد. لو عجبك قول لي عشان ممكن اجيب لك منه. لا خالص انا مش عايز اتعبك، قولي لي بيتباع فين وانا اروح اشتري. لا ما هو ما بيتباعش. يعني اصل انا امي هي اللي بتعمله بنفسها، اتعلمته من جدتي وانا اتعلمته من امي، فيعني تقول متوارثه يعني كده في العيله. ده انتوا عيله نفسها حلو في البن بقى. وفي الاكل كمان. طيب انا مش عايز اطول عليكي ومتشكر على البن مره تانية. دي حاجه بسيطه. ما تنساش بقى تروح لوليد. وليد مين؟ دكتور وليد
عشان ودانك. وداني الصفاره. لا حاضر. طيب يلا باي باي. باي. خليك يا اسلام، انا اللي هفتح. اقعد خرجي. اهلا يا حبيبي. ازيك يا طنط؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه ده؟ دي مفاجاه. ايه يا اس؟ يا نور تعال. عامل ايه يا بطل؟ عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني والله. وانت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. نزلت امتى؟ لسه نازل حالا، ما روحتش البيت حتى، جيت لك على طول. طمني يا عم اخلص. والله انا كويس، هو بس يعني الدكاتره عايزين نعمل شويه حاجات كده، بس انا مش قادر، انا زهقت، مش قادر اشوف مستشفيات. اسلام، كلام الدكاتره يتسمع بالحرف، علاج طبيعي تسمع الكلام، ادويه تسمع الكلام، الموضوع ده ما فيهوش هزار. ماشي. وبعدين الفتره اللي فاتت انا قعدت على النت، طلعت لك حاجه يا معلم، حاجه بيستعملوها الرياضيين المحترفين. تسلق جبال، جري مسافات طويله ومسافات قصيره. ده طرف صناعي، احدث حاجه موجوده في العالم. بعت جبته من بره انا والدكتور ماجد البكري. محتاج تمرين من شهر ل3 شهور بالكتير، وهتعمل بيه اللي انت عايزه، هتتنطط. ربنا يخليك ليا يا صاحبي، بس انت تعبت نفسك. انا مش عايزك تقعد تفكر في اللي حصل. كل اللي يجيبه ربنا كويس، انت عارف انا راضي. ما تدوش دماغك بيا. اما ندوش دماغي بمين؟ وبعدين لو انا كنت مكانك، مش انت كنت هتدوش دماغك بيا؟ وربنا ما كنت هعمل اي حاجه، وانا هدخل على النت واقعد ادور على بتاعه ومش عارف ايه واجيبه لك وانت صاحبتي. عشان انت عيل زباله، لكن انا متربي ومحترم. اخبار الدكتوره ايه صحيح؟ انا بقالي ساعه قاعد، مفيش كوبايه شاي، كوبايه عصير، اي حاجه. يعني يا رب تبقى شواف وتعمل لنا انت 2 شاي حلوين. الشاي بتاعكم فين؟ الشاي عندك اهو. اخبار الدكتوره بقول لك، امنه بتاعت المستشفى. يا عم حد قال لك عليا ان انا اطرش؟ سامعني يعني؟ سامع. طيب انا عايز افرح، يعني هنعمل بقى العمليه دي ولا هنقضيها استطلاع العمر كله؟ انا راجل صاحب عام. مش عارف يا اس، انا حاولت اخلع من الحوار ده الفتره اللي فاتت بس ما قدرتش، شكلي اتدبست، وهفتحها في الموضوع بقى. طب ومستني ايه؟ بتحبك ايه على فكره، وربنا بتحبك. اسمع مني، انتوا بقالكوا شهور بتتكلموا، بذمتك ودينك في حد يستحملك انت الشهور دي كلها غير لما يكون روحه فيك؟ انا نفسي مستحملك بالعافيه. على فكره انت عيل رخم، والله العظيم ابنك ده رخم. عارفه ان هو رخم، بس بقول لك ايه، مش هتخرج من هنا الا لما تتغدى. مش هينفع، انا ما روحتش البيت. لا 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 والله امي هتزعل. لا ما هينفع. انا هكلم زوزو واقول لها ماما عامله ورق عنب يا حبيبي. لا خلاص تمام، يلا نتغدى سوا واكلمها انا. هاتي يا حبيبتي، تسلمي. اتفضل بالهنا والشفا. بقول لك ايه يا نور، هي مين الدكتورة أمنة دي؟ يا نهى رويتر دي مش هتبطل. الدكتورة أمنة دي يا حبيبتي الدكتورة اللي استقبلت إسلام في المستشفى بعد الحادثة. ما هي نهى قالت لي كده برضو، بس أنا يعني بقول إنك أنت لما جيت وأنت بتكلمها كده وشك نور وبقيت مش على بعضك. يا زوزو يا زوزو، انت كنت في المستشفى ومفرهده ومفيصه ومش شايفه قدامك، خدتي بالك ان وشي نور لما التليفون رن؟ طب ايه رايك بقى ان انا عندي حق والموضوع فيه ان ما هو لو ما كانش فيه حاجه ما كنتش تقعد تلف وتدور كده بالشكل ده. بقول لك ايه، قول لي بقى كده بالهداوه والا هتلاقيني عندك في 101. 101 ايه 101 ايه اللي انت عايزه تجيها دي؟ مساء الفل يا زوزو، احنا جينا. اهلا. وحشتيني يا رنوجه. عامله ايه يا قلبي؟ وحشتيني. اهلا يا حبيبتي. عامله ايه؟ يا نور يا حبيبي انت جيت ايه؟ بس خليك انت بقى في حالك يا فتانه. فتيه حلوه. وحشتني قوي يا نور. وانت يا روح قلبي اخبارك ايه؟ الحمد لله. فين بوبو؟ بوبو عجبه المكان هناك قوي، فقال لي خلاص انزل انت على مصر وانا هقعد هنا. يعني هو كده هناك لوحده؟ لا مش لوحده طبعا، ده قاعد مع اصحابي. كده يا نور؟ كده نسيب بوبو لوحده؟ وانا اللي كنت سايباه معاك امانه؟ انا زعلانه منك. استني.
يا بنتي تعالي وهيجيب لك يا رنوشة هجيب لك غيره، تعالي. سيبيه يا ماما، يستاهل يستاهل، سيبيه. الله. هكون موجود يا ستي، ان شاء الله هكون موجود. يعني لو عشت وكان ليا عمر هكون موجود ان شاء الله. ماشي، حاضر حاضر. ايه كمان؟ لا لسه اعمل ايه؟ لسه ما لقيتوش. اول ما الاقيها هقول لك ان شاء الله. ماشي، حاضر. ماشي. سلام. محمد رسول الله يا ستي. باي. ايه في ايه؟ انت اللي في ايه؟ مفيش حاجه. هتحكي ولا سيبك تاكل في نفسك؟ تصدق يا نور انا مش عارف ازاي السنين اللي فاتت دي يعني استحملت ان انت صاحبي. طب ما تغيرش الموضوع. بتخانق في البيت ولا ايه؟ دي رحمه بس قربت تولد وانا مظبط ان انزل في الميعاد بتاع الولاده، بس هي قلقانه ما احضرش. هو طمنها. يعني الوش اللي انت عامله ده كله عشان مستني خبر حلو؟ امال لو مستني خبر وحش كنت عملت ايه؟ لا طبعا انا متعصب بس عشان مش لاقي اسم للبنت. بسيطه، سميها نور. سميها نور؟ ده لو اخر اسم في العالم مش هسميه لها. طب عايز تريح دماغك خلي رحمه هي اللي تسمي. لا يا حبيبي احنا متفقين، لو ولد هي هتسميه، لو بنت بتاعتي انا. طب انا اقول لك ايه، طب ما اعمل قرعه، اختار 3 اسماء انت بتحبهم، حطهم في ظرف وغمض عينك اختار اسم. غمض عينك اختار اسم؟ لا يمكن هعمل كده طبعا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا هلاقيه بس مش عارف ازاي، بس هلاقيه. لا هو هيبقى نور في الاخر. لا مش هيبقى والله نور. هتشوف. هتشوف انت. هي بنتك ولا بنتي يا ابني؟ ده ايه الواد ده؟